دايما كده في اكلات لما نقف في المطبخ ونحضرها ونتعب عليها بيبقى طعمها احلى بكتير ومظبوط عن اي مكان ممكن ناكلها فيها بره. واكلة النهارده بقى من الاكلات دي. هنعمل الكشري المصري الاصيل بتاعنا في وقت اقل ومجهود اقل. هنعمل كشري الحله الواحده اللي من وقت ما جربت الطريقه دي وانا ما بعملوش غير بيها. بيطلع معايا طعم ريحه، لا بسلق مكرونه ولا بصفيها ولا بسلق العدس واصفيه وارجع اضيفه تاني. هي حله واحده بس وهنعمل الطبق القمر ده. هنشوف كمان البصل المقرمش وازاي يكون لونه فاتح معانا ومش محروق وفي نفس الوقت يقعد معانا مقرمش فترة طويلة. واكيد الكشري مش هيحلى غير بالدقة والصلصة والحركات. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. اعملوا لايك للفيديو ده، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد معانا. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم الكشري بطريقة حلوة جدا ومن غير مواعين كتير وطعم احلى من كل مطاعم الكشري كمان. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة الحمص بتاعي، الكمية اللي أنا عاوزاها بقى كمية كبيرة أو قليلة حسب ما أنا عاوزة. لازم أنقعها 3-4 ساعات كده في المية. وبعد كده العدس بجبة أو العدس الأسود ده أنقعه حوالي ساعتين. وطلعت كمية طماطم كده حلوة عشان الصلصة بتاعتي. بعد كده البصل هو المكون الأساسي في الوصفة بتاعتي، وهاخد الزيت بتاعه هستعمله في باقي الوصفة. جبت كده بصلتين كبار قطعتهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليهم معلقتين نشا وغلفت كل البصل بالنشا بس عشان النشا دي اللي تقرمش البصل بتاعي وتخليهولي كده جميل. حطيت هنا طاسة على النار فيها شوية زيت كده، وبعدين بدأت انزل بالبصل. هبدأ انزل شوية شوية عشان كله ايه يتحمر كده معايا تحميرة كويسة. بصوا ما شاء الله اول ما يوصل اللون ده هطلعه، ولما اسيبه بره بيغمق اكتر. في نفس الطاسه اللي حمرت فيها البصل عشان ما اعملش مواعين كتير هنزل بصلصه الطماطم اللي فرمتها في الخلاط، وحطيت مع فلفل حامي مع توم. هنزل عليها بملح وفلفل اسود وكزبره وكمون وبهارات كشري. بهارات الكشري دي بتجيبها من عند العطار، بتخلي الكشري طعمه حلو قوي وبتدي ريحه احسن من محلات بره كمان. حطيت معلقتين خل كمان. تركات الصلصه بتاعتي هي التوم والخل وبهارات الكشري دي، هتخليها لك في حته تانية خالص. هقلب بقى الطماطم مع كل البهارات اللي انا حطيتها دي واسيبها على نار عالية تاخد بس غلوة معايا، وبعدين كده هدي على النار خالص عشان ما تنشفش معايا قوي. قوام صلصة الكشري مش تقيل ولا خفيف، قوام كده وسط. طبعا انا ضفت هنا معلقة بابريكا عشان تحمر معايا الصلصة اكتر. طبعا الصلصة من الحاجات اللي لو ما كانتش مظبوطة معاكي الكشري بتاعك مش هيكون طعمه حلو. والحمص كمان الكشري ما يحلاش غير بيه. هعمله ليكم ان شاء الله بطريقه مميزه جدا هتعجبكم، تقدروا تعملوها من غير كشري اصلا لوحدها، طريقه حمص الشام. خلاص بقى دخلنا في الشتاء، كل سنه وانتم طيبين. زي ما اتفقنا اهم حاجه في الحمص ان هو يكون منقوع وقت كبير، ممكن تسيبيه مثلا من بالليل او تنقعي 5 ساعات، هيسهل عليك التسويه جدا. ده طبعا الحمص بتاعي كان منقوع حوالي 5 ساعات. وهنا طماطم وبصل وجزر وفلفل حراق، اي تقطيع عادي لان اصلا ده كله انا هدخله في الخلاط مش هحطه كده. ومعايا بقى البهارات بتاعتي، معايا ملح، معايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا كزبرة، معايا بابريكا وورق لورا كمان. ومرقة ممكن تضيفيها او لا حسب ما انتي عاوزة. انا ما ضفتش مرقة هنا في الوصفة بتاعتي. وطبعا الثوم اساسي عندنا. معايا هنا حطيت حلة على النار وفيها شوية مية، وبعدين ضفت الحمص بتاعي. هسيبها على نار عالية. اول لما تغلي معايا هبدأ انزل بالطماطم والبصل والجزر والثوم اللي انا عملتهم في الخلاط، وبعد كده هنزل بالبهارات عليهم. هقلبها بقى كويس قوي. بصوا ما شاء الله اللون حلو قوي. هسيبها برضو على نار عالية. اول لما تاخد غلوة معايا ههدي عليها واسيبه بقى يستوي كويس مع نفسه كده. نشوف بقى الصلصة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله الصلصة عاملة ازاي ولونها عامل ازاي. بصوا القوام بتاعها كمان ممكن تخففيه شوية عن كده. انا هخففه شوية بشوية من المية بتاعة الحمص بتاعي. القوام زي ما قلتلكوا يكون وسط. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ما يكونش تقيلة اوي ولا خفيفة اوي، ما تكونش يعني مية، تكون كده ايه ماسكة نفسها. بصوا ما شاء الله الصلصة بتاعتي خلاص كده كانت جهزت. ودلوقتي هنحضر كشري الحلة الواحدة. العدس لازم يكون مغسول كويس قوي ومنقوع حوالي ساعة او ساعتين ومتصفي. وبعد كده المكرونة بتاعتي تختاري بقى المكرونات اللي انت حباها، ويفضل يكون موجود فيها المكرونة الصغيرة طبعا لان هي اساس الكشري. وطبعا الرز يكون مغسول بس مش منقوع الحاجة. هحط حلة على النار فيها شوية زيت من اللي انا عملت بيهم البصل، وهنزل بكمية من الشعرية كده، وبعدين هنزل بالعدس فوقها وبعدين الرز، واقلبهم كويس قوي كده لحد ما يتغلفوا بالمادة الدهنية عشان ما يعجنوش معايا. وبعدين هنزل بالمكرونة بتاعتي واقلبهم برضو ايه كويس قوي كده عشان ما فيش اي حاجة تعجن معايا، لازم كلهم يتغلفوا بالزيت. هقلبهم كويس قوي على نار هادية واضيف معلقة ملح ومعلقة كمون، والمرقة طبعا اختياري. بعد كده هنزل بالماء السخن عليهم يا دوب بس المية تغطيه، ما زودش المية قوي عشان ما يعجنش معايا.
واول ما يشرب الميه دي ههدي عليه النار خالص واسيبه يستوي بقى مع نفسه. الحمص بتاعي خلاص كان جاهز، الريحه والطعم ما شاء الله اللهم بارك، طريقه حلوه جدا هتعجبكم. كده الحمص بتاعي كان جاهز وكمان الصلصه جهزت والبصل بتاعي. يلا بقى نعمل اخر حاجه، دقه الكشري معانا. معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره، 5 فصوص ثوم مهروسين، وعصير ليمون، وكوبايه الا ربع خل، وكوبايتين ونص ميه. هبدأ كده احط على البهارات الخل بتاعي، واحط الميه، واحط الليمون المعصور. ممكن تعملي 3 4 ليمونات او كميه الليمون اللي انت عاوزاها، بيدي طعم حلو قوي للدقه بتاعتي. هقلب كويس قوي البهارات دي مع الخل والليمون. ممكن تعملي نفس الطريقه دي على النار، بس يفضل على البارد عشان ما تعملكيش اي حرقان او مشاكل في المعده. وكده خلاص الدقه بتاعتي كانت جاهزه. هشوف بقى كشري الحله الواحده بتاعتي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، مفيش حاجه معجنه، كل الرز والمكرونه والعدس كله مفلفل معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عامل ازاي، ما خدش مني اي وقت، وكمان اهم حاجه من غير مواعين كتير. حبيت الطريقه دي جدا، سهلت عليا مواعين كتير، حله للرز لوحدها وحله المكرونه لوحدها والعدس لوحده وتصفيه المكرونه وكل ده. هي يا دوب حله واحده حطينا فيها كل ده على بعضه، وكمان ادتني نتيجه مرضيه. طعم الكشري بجد كان حلو قوي، كل حاجه متطعمه احلى من كل محلات بره. هو اصلا مفيش مقارنه بينه وبين محلات بره، لان محلات بره اصلا معظمها ما بيبقاش ليه طعم زي كده. عملنا الصلصه والدقه بطريقه حلوه جدا ومميزه، بعد ما تاكليها تاكلي حتى لو كميه كتيره مش هيحصل لك اي مشاكل في معدتك. وكمان عملنا الحمص المره دي بطريقه حلوه جدا ومميزه، عجبتني اوي الطريقه دي في الحمص، وما خدش مني اي وقت، وبعد ما خلصت ما كانش في كركبه مواعين. اتمنى تجربوا الطريقه دي وتقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم، استنوني في فيديو جديد.